واش عمرك تسائلتي شنو يمكن يوقع الى طياره كامله ب 239 واحد فيها غبرات بلا حتى اثار؟ ماشي تهرسات وماشي هبطات للضروره، وانما غبرات بمره. هادشي وقع فعلا وخلى العالم كامل حاير حتى لدابا. اليوم غادي نحكي لكم قصه ديال الطياره الماليزيه MH 370، وخليك معايا مزيان حيت في كل دقيقه في هذه القصه فيها سر جديد. واش الدراري، معكم كافيين فيديو جديد. 8 مارس 2014، الساعه كانت تقريبا نص ديال الليل. طياره من نوع بوينغ 777، واحده من اكثر الطائرات اللي كتعتبر امنه في العالم، طلعت من كوالالمبور بماليزيا وغاديه لبكين في الصين. الرحله كانت عاديه بزاف، 239 راكب في الداخل، ناس مسافرين للخدمه ولا للتفواج او حتى للدراسه. المهم كل واحد فيهم عنده قصه ديالو، وعنده للاسف ناس كيتسناو. تصور معايا داك الجو، الضو خافت، كاين اللي ناس، كاين اللي كيسمع الموسيقى، كله شنو كيدير. المضيفات ديال الطياره كيدوزوا بهدوء وكلشي باين عادي حتى لهنا، حتى لواحد اللحظه اللي غادي يتغير كلشي. الطياره قربت تدخل المجال الجوي ديال فيتنام، وهنا مساعد الطيار قال لهم تصبحوا على خير. هذه اخر جمله سمعت من الطياره. من بعد الرادار المدني ما بقاش كيشوفها، غبرت في ثواني. ولكن القصه ما سالاتش هنا. الرادار العسكري الماليزي شاف حاجه صادمه. الطياره بدلت الاتجاه ديالها بشكل مفاجئ، يعني عوض ما تكمل الصين دارت دوره كبيره ورجعت في الاتجاه المعاكس. ويا ريتها سالات هنا. كمل معايا حتى الاخر باش تفهم. هاد الشيء ما يمكنش يوقع غير هكاك. باش الطياره تبدل المسار ديالها بهاد الطريقه خاص يكون شي واحد ورا هاد الشيء، اولا شي واحد في الغرفه ديال الطيار وعارف شنو كيدير. وزيد عليها جهاز الارسال طفى، يعني العالم كامل ما بقى عنده حتى وسيله يعرف فين مشات. دابا تخيل معايا طياره كبيره كطير في الليل بلا حتى واحد ما عارف فين غاديه، والمشكل الكبير هي هزه معاها 239 واحد. الاخطر هو اللي جاي من بعد. شركه اقمار صناعيه سميتها انمارسات لقات اشارات ضعيفه من الطياره، وهذه الاشارات بينت ان الطياره بقات كطير تقريبا ل7 سوايع. وهذا الشيء كيعني ان الطياره ما طاحتش مباشره، بقات طايره في وسط الظلام، بلاصه ما فيها حتى شي واحد. شكون اللي كان كيسوقها؟ واش الطيار ولا شي واحد اخر؟ الاقمار الصناعيه رسمت مسار تقريبي، وكيبان ان الطياره مشات لواحد المنطقه بعيده في المحيط الهندي. هذه المنطقه قريبه للصفر في التغطيه وما فيها حتى امل للنجاه. من العالم عرف باللي الطياره غبرات بدا اكبر بحث في التاريخ. دول كثيره شاركت، استراليا، الصين، امريكا. سفن ضخمه، طائرات مراقبه، غواصات، قلبوا البحر متر بمتر، ولكن للاسف ما لقاو حتى شي حاجه. لا الطياره لا الصندوق الاسود اللي تيكونوا فيه معلومات على الطياره اللي فيها، واخا طيح كاع ما كيوقع عليه هو شي حاجه، خاص غير يلقاوه. المشكل هو انه ما لقاو لا اثار ولا حتى اشاره. من بعد عامين واحد الراجل لقى قطعه ديال جناح الطياره في جزيره بعيده، ومن بعد لقاو قطعه اخرى في افريقيا. وهنا اكدت الحقيقه، الطياره طاحت في المحيط، ولكن كيفاش وصلت لهاد البلاصه؟ دابا هنا كل واحد شنو بدا كيقول. كاينه نظريه كتقول بلي الطيار كان متعمد هاد الشيء، وكاين اللي كيقول انه عنده مشاكل ودار خطه محكمه بدل بها المسار، طفى الاجهزه وخلى الطياره تمشي لواحد المكان بعيد حتى سال البترول وطاحت. ولكن هاد النظريه ما عندها حتى شي دليل قوي. النظريه الثانيه كتقول بلي شي واحد سيطر على الطياره، ولكن الغريب حتى واحد ما خرج طالب بشي حاجه اخرى. هادشي اللي كيزيد الغموض. كاين اللي تيقول غير عطل تقني، ربما وقع تسرب في الاكسجين، الناس فقدوا الوعي والطياره بقات طايره بوحدها حتى طاحت. ولكن كاينين نظريات اخرى اللي غريبه بزاف. شي ناس كيقولوا بلي هذاك تدخل عسكري او تجربه سريه فاشله، وحتى ان الحقيقه مخبيه بالعاني، بحال كيف ما شفنا في مسلسلات اخرين بحال لوست او مانيفيست. رغم جميع التحقيقات ما كاين حتى شي جواب نهائي. تخيل معايا 239 واحد خرجوا في واحد الرحله عاديه وما عمرهم وصلوا، عائلاتهم باقيه حتى اليوم كيتسناو شي جواب. MH 370 بقات لغز، ويمكن غادي تبقى لغز ديما. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. الا عجبكم المحتوى ما تنساش دير لايك سبسكرايب، مازال مواضيع مهمين نهضروا فيهم وقصص مشوقين نحكيوهم. كان معكم كافيين، مع السلامه.